حبايب قلبي، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة بروتين جديد وفيديو مشجع كده. انا عارفة ان انا متأخرة عليكم، بس اعذروني. كان عندي سيليا تعبانة، فما كنتش بعرف ان انا اصور بصراحة. بس فالنهاردة روتين كده يوم الجمعة مشجع لكل البنات وكل الستات كده، وهنعمل وصفات كده حلوة ولذيذة. فتابع معايا الفيديو. ولو انت لسه بتشوفي الفيديو ده لأول مرة يعني، وان انت بتشوفيني، فانا اسمي اسماء. ومعايا بنوتي 10 شهور اسمها سيليا. ودي قناتي سوما وساسو. لو عجبك المحتوى بتاعي ما تنسينيش باللايك الجميل والاشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله. معلش يا بنات انا طولت عليكم، بس في ناس بتبقى لسه جديدة، غير طبعا حبايب قلبي القدام، اخواتي. ف يعني حبيت ان انا اعرف نفسي كده، انا اسمي ايه وبنتي اسمها ايه وعندها قد ايه، علشان بس ايه المشتركين الجداد يعني. بس فطبعا ايه، كان يوم الجمعة كده عندي، انا كنت يوم الخميس عاملة الروتين طبعا معاكو اللي هو تنظيف الشقة وكده. بس كان عندي البياضات كانت متبهدلة، فحبيت ان انا اشيلها وارتب الارضية، بس اكنسها كده كنسة بسيطة، و انفض الانتريه يعني. بس وبعد كده المكتبة كانت عندي برضو متطربة شوية، فمسحتها وحطيت الحاجة تانية اللي عليها وبس كده. يعني هو ده اللي عندي في الريسبشن والصالة برا. مش هعمل حاجة تانية في يوم الجمعة. انا زي ما انا بقول لكم، انا مش بحب ان انا يوم الجمعة او يوم السبت ان انا ايه اعمل حاجة في الشقة، بسبب ان انا يوم الخميس ببقى منظفاها تنظيفة عميقة. فبس كده طبعا كانت متبهدلة شوية عشان يعني كنا سهرانين يوم الخميس. فصحيت روقت اللي عايز يتروق وبس كده يا بنات. لا مسحت لا ولا عملت اي حاجة غير اللي انا بقولكوا عليه ده. بس شكرا لكل التعليقات اللي بتجيلي او كل الكومنتات. بجد بجد انتوا اخوات مش متابعين، يعني زي ما انا قلت لكم. فربنا يديم المحبة اللي ما بيننا يا رب. بس وعلى فكرة انتوا بتشجعوني جدا، انا بسمع تشجيعات كده منكم، استمري وقناتك حلوة وانتي رقيقة وجميلة، فبجد بجد ربنا يخليكم. والله بجد هي الكلام الحلو ده هو اللي بيغير فعلا من مود كل بني ادم، والكلمة الحلوة صدقة. فاهمين يعني. فالحمد لله يعني ان انتوا ايه في حياتي، وربنا يديم المحبة اللي ما بيننا. بس كنت عايزة اقول لكم ايه. لا اله الا الله، انا زي ما بقول لكم ان انا بصوا انا بنسى كتير جدا جدا. وعايزة اقول لكم ان الجو حر بطريقة مش طبيعية. يعني انا بجد ممكن اكون متأخرة عليكم في الفيديوهات بسبب ان انا بكسل ان انا البس، وان انا يعني اصور الفيديو. فاهمين؟ طبعا كل واحدة بتبقى قاعدة في بيتها براحتها، فلما باجي اصور ببقى اللي هو ايه عايزة البس حاجة علشان خاطر، وطبعا طرحة والكلام ده كله. بس طبعا كان عندي الفطار، فعملت بيض كده وعملت جبنة قديمة وعملت بطاطس بالبصل. كان بصراحة رهيب كده وكان جميل. بس وبعد كده ايه قعدنا كده مع بعض شوية، فكان جه وقت يعني الغدا، فكنت عايزة اعمل مكرونة بشاميل. طبعا ايه انا ما صورتش معاكم وانا بعمل بشاميل او انا بعصج اللحمة، علشان انتوا شاطرين. يعني انا مش محتاجة ان انا اقول لكم هو بيتعمل ازاي، لان انتوا فعلا بجد شاطرين. بس لو حابة واحدة ان هي تقولي يعني ان هي عايزة الطريقة هنزلها لها على طول. بس كنت طبعا معصجة اللحمة وكنت عاملة البشاميل، فكانت بس هي المكرونة اللي كانت محتاجة ان هي تتسلق. فجبت طبعا صينية ألمونيا. طبعا انا بقول لكم انا بصوا كنت الاول ما بحبش الالمونيا خالص خالص بجد. يعني كنت بتضايق جدا منها، بس بعد كده حبيتها جدا، واستخدامها بالنسبة لي بقى
يعني تحفة. ما بقتش بقدر ان انا استغنى عنهم. كيكة جميلة بتطلع فيها كده تحفة بجد، وحياة ربنا يا بنات. مكرونة بشاميل جميلة. لو هتعملي صينية رقاق تحفة. لو هتعملي ايه تاني، صينية جلاش برضو جميل، اللي هو الجلاش الحلو او الحادق، جميلة. ايه تاني برضو بنعمل فيها، ايه تاني، كل حاجة كل حاجة كل حاجة. فالصواني الألمونيا بجد يعني تحفة. اعتمديها، ولو انت لسه عروسة جيبي صواني ألمونيا. ما تقوليش لا انا مش عايزة صواني ألمونيا، انا عايزة الجرانيت، انا عايزة التيفال، انا عايزة السيراميك، لا ما بينفعوش بجد، فاهمة؟ فبس كده طبعا ايه، عملت الحركة اللي انا بحبها جدا. حطيت المكرونة كلها وحطيت عليها بشاميل، بحيث ان هي كلها ايه تبقى داخلها كده كلها بشاميل، وقلبتها. وبعد كده طبعا نزلت بيها بالصينية، حطيت الاول بشاميل في القعر كده بتاع الصينية، وبعد كده نزلت بالمكرونة اللي جواها بشاميل برضو. وبعد كده حطيت اللحمة المتعصجة عندي، اتعصجتها باتنين بصلتين كده حلوين وسط. وبعد كده حطيت فيهم شوية ملح وشوية فلفل اسود. وبعد كده استنيت لحد ما البصلة تصفر، ونزلت عليها بقرنين فلفل كده حامي. وبعد كده نزلت عليها باللحمة، واديت لها 7 بهارات، وواحدة دجاج ماجي، وبس كده لحد ما هي خلصت طبعا واتعصجت، وقفلت عليها. وبس كده يا بنات، يعني تكون اللحمة عندي اتعصجت. طبعا بحط اللحمة، وبعد كده بديها حبة كده معلقتين بشاميل برضو في نص الصينية، بحس ان هي ايه، انا بحب البشاميل اللي تكون فيها كتير، فاهمين يا بنات؟ بحبها كده تطز وتلز كده، انت فاهمين؟ يعني اكون باكل كده مكرونة بالبشاميل، فتكون فيها كتير. بس نزلت طبعا بنص الكمية بتاعت المكرونة. انا كنت عاملة الصينية دي 28، فكنت عاملة نص كيلو مكرونة، ما كنتش مزودة طبعا علشان انا ومحمد بس اللي بناكل. فما بكترش يعني الاكلة على قدنا بس يا دوبك. بس ونزلت طبعا بالبشاميل الباقي. طبعا انتوا شفتوا ان انا خدت معلقتين من البشاميل. ليه بقى؟ انا هكسر عليها بيضة وهحطها من الوش، يعني هديها بس شوية فلفل اسود كده علشان الزفارة برضو بتاعت البيض، وهحطها على وش الصينية بتاعتي. بتدي لون وبتدي شكل، وبرضو بتبقى طعمها لذيذ جدا يا بنات. غير ان انت تحطيها على طول البيضة على الوش على طول، لا، انا باخد طبعا معلقتين زي ما انتوا هتشوفوا كده، معلقتين من البشاميل، واكسر عليها البيضة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هحط عليها شوية فلفل اسود علشان بس الزفارة بتاعتها، وهحطها على وش الصينية، وهدخلها الفرن. هخليها طبعا الاول من تحت كده تستوي براحتها، وبعد كده هشغل عليها شواية فتاخد شكل من فوق ولون، وبس كده بقفل عليها. وبتبقى يا بنات طعمها رهيب بطريقة تحفة، يعني جربوها. ولو برضو عايزين الطريقة بتاعت البشاميل والوصفة كلها هنزلها لكم في فيديو لوحده يعني. وبس كده طبعا هكون كده خلصت يعني الفيديو معاكم وروتيني. فلو حابين الفيديو ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبحبكم قوي يا احلى اخوات في الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.